بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا ناس؟ كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم ان شاء الله حجرب معاكم عصير الليمون بطريقة مختلفة شوية، ممكن تكون جديدة وان شاء الله يا رب تعجبكم الطريقة. وبسم الله نبدأ الخطوات. وقبل ما نبدأ الخطوات نقول ان شاء الله ربنا يصلح حال بلدنا السودان، ويرجع الامن والامان والسلم والسلام، ويرجع سوداننا الحبيب زي ما كان واحسن ان شاء الله. عندي ليمون اخضر زي ما واضح قدامكم، وليمونة واحدة صفراء. والليمونة الصفراء دي ممكن تلغوها خالص عشان ما حناخد منها الا جزء بسيط خالص، يعني لو ما حابين ممكن تلغوها. عايزة اخلي البذور الداخل الليمونة، فلازم اقطع الليمونة على 4. هاخد الجزء الابيض، واول ما اخد الجزء الابيض الداخلي ده هيطلع معاه البذور كلها زي ما شايفين بطريقة سهلة شديد. وكده خلاص اخذت الكمية اللي انا عايزاها. نجي للليمونة الصفراء، عايزين ناخد منها القشر بس دون الجزء الابيض، يعني الجزء الابيض الطبقة اللي بعد القشر دي ما حناخدها لانها بتكون مرة طبعا. وزي ما عارفين قشور الليمون غنية بزيت الليمون، شايفين اخدنا بس القشور الفوق وخلينا الجزء الابيض اللي فيه مرار ده. هنزلهم طبعا في جك الخلاطة. وبصراحة الوصفة دي ما من عندي، انا اخدتها يعني من شيف عالمي وطلعت رائعة. قلت اجربه لو لذيذ اجربه معاكم وطلع رائع. هنزل عليهم المويه اكيد واخلطهم مع بعض زي ما شايفين هنا. خلاص خلطتهم، بصفيه في جك عادي. بعد كده الخطوة اللي بعدها هقوم ارجعه تاني في جك الخلاطة. العصير اللي انا صفيته هرجعه في جك الخلاطة. ونجي للعنصر الثاني اللي هو حليب مكثف محلى. طبعا انا اخدت الورق عشان ما تتغيدوا بنوع حليب معين، فاي نوع حليب مكثف محلى ممكن تستخدموه. هقوم انزله على العصير اللي انا عملته، علبة واحدة بس. ما نضيف اي سكر لانه الحليب المكثف زي ما عارفين السكر يعني عالي فيه. وبقوم اخلطهم مع بعض. وهنا خلاص طبعا خلطتهم. شايفين يا جماعة اللون والطعم؟ والله يا جماعة جميل جمال ما تتخيلوا. ان شاء الله يا رب يعجبكم، جربوه. يعني طعمه ماشي كده على السفن مع اللبن الرايب. بس دي النتيجة النهائية. ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم الطريقة. لو اول مرة بتشوفوني يا ريت تدعموني بالاشتراك واللايك والشير اذا عجبكم الفيديو. ان شاء الله يا رب يعجبكم، وبالعافية علينا وعليكم.